ازاي استفيد اقصى استفاده بالزيوت. اول حاجه حطوا طبقه حلوه من الزيت على شعركم الناشف قبل الشاور، اذا كان ليس او كيرلي. ده هيخلي الشعر ما ينشفش ولا يجف بسبب الشامبو او الفلورايد والكلور اللي موجودين في الميه. حطوه قبل الشاور بنص ساعه وهتلاحظوا ان حتى شعركم لما بينشف مش بيجف ولا حتى بيهيش. تاني طريقه، ودي مش بس بتخلي الشعرايه تتحمي من الميه، لا بتخليها مترطبه متزحلقه حتى لو عدى عليها شامبو. ومش هوصيكم، المصدر اللي بتشتروا منه الزيوت لازم يكون موثوق 100%. ودي نصيحه لاي حد بيستخدم الزيوت لاول مره، هاتوا الزيت يكون قوامها خفيف عشان ما تحسسكوش بالتزييت اللي بتضايق. ويا ريت لو زيت ارجان، لانه ملوش دعوه بالبروتين العالي والقليل، بيرطب الشعر وبيديله لمعان خطير. انا هنا بجد كان نفسي تيجي تلمسوا شعري اول مره احس بالترطيب ده. هاتوا المجموعه دي من ارجزون يا جماعه، بجد هاتوها. يعني على كميه الزيت اللي حطيتها في اول الفيديو، الشامبو بتاعهم برده عارف ينضفه كويس جدا. نيجي لتالت طريقه تستخدموا بيها الزيت، طالما هو مسالم وكويس وبيرطب وملوش دعوه باي مشاكل، احبسوا بيه ترطيب الليفين كريم. كانكم كده ضربتوا ترطيب الكريم بتاع شعركم في 2 في 3. جربوا الطرق دي وانتوا هتنبهروا.